السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احلى واغلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر، فيديو جديد ويوم جديد. هنحضر مع بعض الغدا وروتين في الشقة مع بعض. بس قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين، اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال. اللهم آمين يا رب العالمين. طب انا بقى كده تحطوا لايك للفيديو، عشان طبعا اللايك مش عليه اي غرامه خالص. يعني مادام دخلت على الفيديو اللايك مش عليه اي غرامه خالص. وبشكر اي حد دخل عندي جديد، شرفتوني ونورتوني، وجودكم اسعدني والله. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا يا رب. كل اللي دخل عندي جديد وعمل اشتراك ولايك، ربنا يجبر بخاطركم جميعا ويسعدكم في اولادكم يا رب، زي ما فرحتوني وجبرت بخاطري. طبعا جبر الخواطر على الله. وكمان هقول لكم كده على حاجه برضو، جبرت بخاطري، ربنا يجبر بخاطرها يا رب اللي جبرت بخاطري. يعني طبعا عامله معاكم فيديوهات قبل كده، اللي هي فيديوهات الافراح طبعا. يعني فرح بنت جارنا وصورت معاكم الفرش والحنه وكمان الصباحيه. طبعا الدخله كنت تعبانه شويه فما روحتش يعني، صورت الدخله. بس هم والله قالوا لي ما جيتيش ليه، ده كان يوم حلو وكده. بس يا ربنا يا رب يتمها على خير دايما يا رب، ويسعدها كده، اللهم امين. طبعا زي ما قلت لكم صورت معاكم 3 فيديوهات معاهم. طبعا انا رحت ودي يعني جارتنا وقدام بيتنا على طول. فرحت بقى كده ايه عشان اقول لها يعني هصور وكده للقناة. طبعا هي قالت لي، واحنا بصرف النظر عن الناس تشوف حاجتنا او مش تشوف حاجتنا، قالت لي انت وجود يعني انت جيتي كده على راسنا. يعني عشان مش تزعلني يعني وكده، بتقول لي جيتك على راسنا. طبعا الكلمة ديت متعرفيش اثرت فيا ازاي، وكانت من جوايا كده طبعا. يعني حاجة بصراحة قلت مش هنسى الكلمة دي طولة عمري ومدى حياتي زي ما هي. ما كسفتني يعني، ما حبتش تكسفني ولا زعلتني. يعني بصرف النظر طبعا عن إن الناس تشوف الفرش او مش تشوف الفرش او كده. فطبعا هي قالت لي الكلمة ديت من هنا، وانا مش عايزه اقول لكم كنت يعني من جوايا مش فرحانه عشان الفيديو ولا عشان تصوير، والله العظيم ما عشان كده خالص، ولا عشان يعني تصوير. بس علشان الكلمه اللي قالتها لي دي بتقول لي جيتك على راسنا. شفتوا جبر الخواطر بيعمل ايه في الناس؟ شفتوا اللي بيشتري خاطر الناس؟ هي دي الناس الحلوه، هي دي الناس المحترمه، هي دي الناس اللي ربنا ان شاء الله يكبر بخاطرها دايما ويسعدها ويبارك لها في اولادها زي ما هي فرحتني. طبعا كل حاجه مكتوبه بايد ربنا، وربنا اللي فيه الخير يعني هيكون من عند ربنا. بس ليه احنا ما نكونش السبب ان احنا يبقى احنا السبب في ان احنا نكون خير لحد او فرح لحد او سعاده حد؟ يعني ليه احنا ما نكونش كل واحد كده يبدأ بنفسه يكون هو السبب؟ يعني خلي اجعل نفسك كده ان انت السبب، ان انت فرحتي حد، فرحتي واحدة، فرحتي شخص بعينه، جبرت بخاطر حد. فدي كده يعني حاجة، يعني والله العظيم مش عايزة اقول لكم كلمة مش هنساها طول عمري. ان هي قالت لي الكلمة ديت، يعني قالت لي جيتك على راسنا يعني عشان اصور بقى او مش اصور، بس هي الكلمة ديت قالتها لي. فربنا يا رب يبارك لها في اولادها ويسعدهم يا رب، ويكبر بخاطرها كده زي ما هي فرحتني وجبرت بخاطري. ومش ده كده يعني مهما اقول طبعا انا مش هوفي حقها، وفي كلام كتير قوي ان انا عايزه اقوله عليها، بس هو حابه تعبر كده عن الكلمه ديت وجبر الخواطر. ربنا يكبر بخاطرها يا رب ويسعدها في بناتها، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا هنا هنعمل مع بعض ده صدر الديك الرومي. جبته بقى كده طبعا، كنت نقعاه في ميه وليمون وملح وخل عشان يبقى كده يكون طري معاكي. سيبيه ليله كامله في التلاجة عشان يبقى طري معاكي، ما يكونش الصدر يكون متفل. فلازم بقى كده ان احنا نحطه في التلاجة يوم كامل. بعد كده بقى حطيت هنا زبادي ومستردة وصويا صوص. والبهارات بقى كده حطيت هنا اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت ملح وفلفل اسود والسبع بهارات، لورا مطحون، حبهان مطحون، توم باودر، بصل باودر، ده كده وخرنجان ده يعني توابل عشان بقى كده تبقى معاكي تتبيله الصدر دي كله كده بتبقى جميل. طبعا كنت تتبلها للفراخ لاي طيور عندك تحط بقى كده التتبيله دي. جبت بقى كده الطاجن اللي هعمل فيه او السرفيس اللي هعمل فيه، حطيت بقى فلفل وبصل وبطاطس، يعني مجموعة كده من الخضار مع بعض. وزي ما انتم شايفين كده جبت بقى كده اهم حاجة بالسيخ اللي هي الشيش طاووق ديت. بعمل كده فتحات في صدر الديك الرومي عشان يدخل بقى كده جواها التتبيلة دي وتتشرب منها. ممكن تتبليها بقى كده وتسيبيها ساعة ساعتين 3 زي ما انت عايزة. ولو مستعجلة تعمليها على طول. طبعا كنت عاملاها متأخرة فقلت بقى كده هعملها على طول. بعد ما حطيتها بقى كده في الطاجن اهوت، ورق فويل بقى وورق زبدة، وهكمرها كويس جدا وادخلها بقى الفرن على ساعة ونص، على الرف اللي في النص، على النار البوتاجاز العادي خالص، على النار العالية يعني. بتبقى النار بتاعته مش بتبقى شديدة قوي. فسبته الصاجة كده وحطيته عليها. هعمل بقى كده سلطة الطحينة. طبعا كان عندي رز بسمتي
هطلعه بقى وهتشوفوه عامل ازاي. يعني لما بفيض منه رز بسمتي بطلعه بحطه في نفس اليوم في الفريزر عشان يدانه كده بطعمه الحلو زي ما هو. بحطه في علب او في اطباق فويل او اي حاجه زي ما انت عايزه في الفريزر. وبعد كده بطلعه في اليوم اللي انا هعمل فيه حاجات زي كده او محتاجاه، بطلعه من بدري ويفك واسخنه بعد كده بمعلقه سمنه، بيبقى جميل جدا. هنا بقى كده نعمل مع بعض سلطه طحينه. بخففت كده سلطه طحينه بالميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. خففتها كده الاول بالمضرب، وبعد كده بقى احط عليها التوابل او الملح بتاعها. حطيت هنا كمون وهحط الملح. طبعا السلطه اللي احنا بعملها بتبقى جميله جدا في البيت، وكل اللي نصيب فيها وبياكل منها بيشكر فيها جدا. ملح وكمون بس كده مش اكتر. اقلب بقى كده البهارات ديت مع الطحينه. طبعا زي ما قلت لكم بعد ما خففتها بالميه العاديه خالص من الحنفيه. معلقه خل. طبعا بالمضرب كده لحد تدوبي بقى كده الحاجات دي كلها مع بعض. وهنا بقى معلقه زيت، وحطيت بقى عليها عصير ليمون، بس عصير الليمون ما جاتش في التصوير. عصره ليمون عليها. كده خلاص كانت شايفين بقى شكلها عامل ازاي. وادي بقى سادة ديك الرومي طلع من الفرن اهوت. وادي الرز زي ما قلت لكم سخنته بقى في الصينيه وكان جميل جدا. وبقى المكسرات عليه اهي. طريقته سهله وجميله زي ما قلت لك. التتبيله تعمليها لاي تتبيلات من الفراخ هتنفع معاكي برضو. هجيب بقى السكينه بس الاول كده. هطلع بقى من الخضار اللي كان في الصينيه، هطلع بقى من البطاطس بقى كده كان طعمها جميل. وشايفين بقى زي ما هي جميله اهيت ومستويه. زي ما قلت لكم خد مني ساعه ونص في الفرن. كمرته يعني زي ما قلت لكم وسبته على نار اعلى حاجه في البوتاجاز العادي خالص، في فرن البوتاجاز العادي. وطلعها بقى كده هقطعها معاكم برضو وهشوفوها عامله ازاي. السكينه بقى اهم حاجه تكون السكينه حاميه عشان تطلعه معاكي يكون مظبوط ما يتهريش منك. فاهم حاجه تكون السكينه تكون حاميه. شايفين بقى مستوي جميل اهوت. وادي بقى الرز زي ما قلت لكم بطلعه واسخنه على طول. بيبقى في الفريزر وبطلعه يعني من بدري. وبعد كده هو بيفك الاول قبل ما تحطيه على النار تسخنيه بقى على طول وبقى جميل. حاجه بقى كده جنب لزوم الشيء يعني. وختمت بقى كده يوم معاكم بتطبيق الغسيل بقى اهوت يعني. لو في اي حاجه بقى كده اخر اليوم هتجيبيها بقى كده وتعملي كوبايه شاي وانت بقى قاعده بقى كده هتطبقي الغسيل. طبعا كانت دوره في الغسيله دوره بيضه. فده كده كانت يعني ختمت اليوم معاكم. طبعا اليوم كله شغل طبعا زي ما انتم عارفين. بس بقى كده ده اختصار للفيديو معاكم. يا رب كده فيديو النهارده يكون عجبكم ويكون رضاكم. يلا بقى كده مع الف مليون سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.